فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين جنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتدار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من وحبيبا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد فضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد
محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أنت قال تقياي. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك من رب السماء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليه. السلام
السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه قلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا
صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى ذهبت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرة رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان فاسمعنا بالصدور من الإيمان قواعد وتلو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ لله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه تقرب الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تصرصرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز فيها في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه وسلم عليه به فينبسط في قلب نور تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه الأشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول
ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سروج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأر هم أمان الأر هم أمان الأر فدكيري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون بك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل من فاتح القطب الشديد. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون بك يا عظيم. قديم قديم وحيد باقي غني غني مجيد أي قديم قديم وحيد باقي غني غني مجيد عدل إله وحيد البر الرؤوف بالعبيد. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون بك يا عظيم. يا أبا بكر حبكم في القيام ذكري سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذكري يا عمر يقضيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان. يا طيبة يا طيبة يا ذا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا
أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني ويا شباب الجنتين جدكم صاحب الفرقان صاحب الفرقان صاحب الفرقان يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيان استبنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مصغره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا عليه حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف من يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسنة في بعزم عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لتدوين ما حفظت من شر أسرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج الشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائف وتعم الآل جاء
أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فاز وأفلاح أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطه
جمعت بصفات كل الأنام الله رعاك على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله رعاك على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله رعاك على الشباب جمعت بصفات كل الأنام والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك 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 جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي أيخت خطاك فاز وأفلح أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي بيضت خطاك فزوى كتاب النور يا خير هادي تهدي لله كل العباد جئت بالنور يا خير هادي تهدي لله كل العباد شو بنا من يا حبايبنا حب النبي ذا أبنا نامل يا حبايبنا حب النبي دوأبنا بنا من حبايبنا حب النبي ذا أبنا نامل يا حبايبنا حب النبي دوأبنا جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي أيخت خطاك فاز وأفلح أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين الصلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاءها بمعنة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو من ولم ولا علنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروجه إلى علم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجد صميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نظري إلى وجه
الحبيب نعيم وفراق من أهوى علي عظيم يا زارع الريحان حول خيامنا لا تزرع الريحان لست تقيم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم يادت سليمان بالوصال تكرما يادت سليمان بالوصال تكرما فسرى السرور إلى فؤادي وخيما فسرى السرور إلى فؤادي وخيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي
ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله وكل عليه دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة قالت بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه متضمحة بذل الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون البطون والظهور صلى الله عليه مهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطيب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب بك يا خير الحبايب قبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهيب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب بك
الحبائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب الله مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب وشربنا من صفانا مرحبا بك من أحلى المشارب مرحبا فلربي حمد حمدا جل يحصي يحاسب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا والشكر على ما قد حبانا من مواحي يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا توجهنا وبابي مرحبا مرجع من ذاك خائف مرحبا واغفري ذنب عبد قد أتانا كتائب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب وضع هذا الحبيب على الذي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتاج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله لهم من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. حاضرك رسول الله بكرang رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. صلى الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود
صلوات الله عليك ودينا نهج سبيلك به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بجوار خير مقعد يا رب آمين آمين عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد البدر علينا علينا ثنيات الوداع والشكر علينا دعا للهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني من جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بذكر خير الأنام مرحبا يا الله يا رب آمين آمين يا الله يا رب يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رفيعا ظرفه إلى السماء
ضاميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادتي وقبري بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخذولا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه. تولت ذلك لشرف عند الله أيدي القدر. وما بروجي إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم البست وعجعت فلما انشب أن غشيتني ظلمة وعرب وقشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عوذني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يجل الحديث مني على بال حتى بعث الله فقلت من أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. وأن عينينا يأتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام. بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام. ولك المحامد كلها أوتيتها فطرفقت نشرت لك الأعلام. أوتيت من فضل المهيمن منحة ما تستطيع تخطها الأقلام. فلك التقدم في الفضائل كلها فاقدم فأنت لمن سواك إمام. والفخر فيك تجمعت أوصافه فلك العلا والمجد والإنعام والعظام. أنت الذي حزت الجمال بأسره
وبنور وجهك يضمحل ظلام أنت الذي حار النهى في وصفه وبحسنه قد تاهت الأحلام يا الله أكبر ما بلغت لرتبة إلا ونادتك المرام ومام فلك الترقي والتلقي لم يزل ولك الملائك في العلا خدام اختارك المولى نجيا بعدما جاوزت ما لا للعقول يرام بالباب قمت وأنت أعظم مطلب تشتاقه الأرواح والأجسام فاسمح وجد لي بالوصال ففي الحشا شوق إليك ولوعة وغرام وعليك صلى الله يا علم الهدى ما غردت فوق الغصون حمام والآل والأصحاب يا نعم الأولى سبقوا وأصحاب الكريم كرام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الهامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا.
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومآلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المؤاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.